اهلا بيكم يوم جديد وحلقه جديده من كل بلد اكله. برحب كل المشاهدين تابعونا النهارده معاكم لمده ساعه على الهواء. طبعا في انتظار كل اسئلتكم واستفساراتكم مع ارقام تظهر معانا حالا على الشاشه. النهارده اطباقنا ايه؟ النهارده اطباقنا خفيفه وسريعه وطعمها حلو وشتويه جدا. هنعمل النهارده شوربه البطاطس بالجزر، الحاجات اللي هي مش مكلفه خالص وشوربه في نفس الوقت غنيه جدا بالفيتامينات بتاعتها والبيتا كاروتين والنشويات اللي فيها. هنعمل كمان عندنا الابل باي، فطيره التفاح، هنعملها في الفرن بطريقه لطيفه وسهله وبسيطه للي مش حابب يقليها او كمان اللي مش حابب ان هو يستخدم الباف باستري. هنعمل كمان لو احنا عندنا رز في البيت ومتبقي ممكن نستغله ازاي، ده اللي نعرفه النهارده بطاجن كده لذيذ كده ولطيف وسريع جدا، وهو طاجن الرز بالفراخ والمشروم. طاجن هيعجبكم جدا، طعمه حلو. كنت يعني اللي متابعنا قوي هيعرف ان هي الفكره الجديده اللي فيه الرز كنا عاملينه قبل كده من غير رز. طيب اول حاجه هعملها مع بعض وهي فطيره التفاح او الابل باي. عندي الحشو وعندي الفطيره. اول حاجه في الحشو عندي ايه؟ عندي معلقتين من الزبده وممكن استغنى عنهم لو مش حابه، وعندي حوالي 3 ثمرات تفاح حسب طبعا حجم الفطيره عندي بزود الحشو بتاعي. عندي كمان 4 معالق من السكر البني او سكر ابيض وعليه معلقه من العسل الاسود. عندي معلقه كبيره من القرفه وعندي معلقه دقيق. تاني عندي حوالي 3 ثمرات من التفاح متقطع مكعبات صغيره. عندي معلقه من القرفه وعندي 4 معالق من السكر البني، وعندنا كمان معلقه من الدقيق ومعلقه معلقتين من الزبده. طيب ايه اللي احنا هنعمله دلوقتي؟ انا هنزل الاول بالزبده على النار. ناخد كده هنا قطعتين كده زبده مقدار معلقتين. ادي هنا كده عندي الزبده، عندي بعد كده التفاح وعندي القرفه وعندي السكر. طيب انا هنا هعمل ايه؟ انا هنا هقلب مع بعض القرفه والسكر ومعلقه الدقيق. ليه معلقه دقيق؟ عشان انا مش عايزاها جوسي قوي. احنا عارفين التفاح طبعا هينزل السوائل بتاعته، فانا مش عايزه ميه كتير جوه العجينه علشان هتبوظ لي العجينه. فهاخد هنا كده معلقه من الدقيق، يعني هدمجها كده مع السكر وبعد كده هضيف معاها القرفه. تمام اهي. لو ما عنديش سكر بني زي ما قلت لكم هعمل ايه؟ السكر اللي هو 4 معالق ده هاخد عليه معلقه من العسل الاسود، اضربها مع بعض في الكبه شويه هتلاقوه احلى سكر بني معاكم. خلاص. وهاخد هنا كده القرفه كمان معاها. عملت هنا ايه؟ السكر والقرفه ومعلقه الدقيق. الزبده عندي على النار. طيب الزبده هنا بدات تسيح معايا على النار. هنزل كده بالتفاح وهقلب التفاح كده مع الزبده. مجرد بس ما يبتدي شويه ياخد سوتيه كده حبه هبتدي انزل بخليط السكر والدقيق والقرفه، واحنا طبعا عارفين ان القرفه عامل اساسي طبعا مع التفاح. طيب تعالوا بقى نشوف العجينه بتاعتنا عباره عن ايه. عندي 3 كوبايات من الدقيق وعندي بيضه وعندي نص كوبايه زبده وعندي نص كوبايه من اللبن، معلقه صغيره من البيكنج باودر وعندي فانيليا وعندي ربع كوبايه سكر. تاني 3 كوبايات من الدقيق وبيضه وفانيليا وعندي نص كوبايه لبن، نص كوبايه زبده وربع كوبايه من السكر. دي مقادير الابل باي. عندنا 3 كوبايات من الدقيق ونص كوبايه زبده ونص كوبايه من اللبن وبيضه وفانيليا وربع كوبايه من السكر. طيب ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ انا دلوقتي هاخد كده البيكنج باودر ده في الميكسر كده بتاعي او في العجان. خلاص. وهنزل بالنص كوبايه من الزبده. نوصل بس الكهرباء. كل اللي انا هعمله ان انا هدمج الزبده مع الدقيق. عايزه يعني حبات الدقيق دي تتغطى بالزبده يبقى خليط رملي عندي.
يبقى نص كوبايه الزبده مع 3 كوبايات دقيق مع معلقه صغيره بيكنج باودر عندي هنا في العجان لحد لما يبقى خليط كده رملي. ابتدي انزل عليه بقيه المكونات. ايه بقيه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا البيضه، تمام، وعندي ربع كوبايه السكر ونص كوبايه اللبن. خلاص العجينه دي فيها ميه، هنشوف واحنا شغالين لو احتاجت معانا اي سوائل طبعا هنزل عليها بشويه من الميه. بصوا هنا عندي التفاح بدا يبقى سوتيه شويه معايا. هبتدي هنا انزل ال4 معالق من السكر البني مع المعلقه الكبيره القرفه مع معلقه الدقيق، واقلب كل المكونات مع بعض. طبعا السكر هيبتدي يسيح عندي، اللي هيربط عندي السوائل معلقه الدقيق اللي احنا ضفناها اللي هيدي الطعم والريحه الحلوه القرفه. اهي كده بالشكل ده. تمام، هخليها شويه عندي على النار. هنا طبعا بقلب الزبده والدقيق. مين؟ يا مروه ازيك؟ السلام عليكم، ازي حضرتك يا مدام بسمه؟ ازيك انت، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. تسلم ايد حضرتك على كل وصفاتك الجميله جدا. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي يا رب. بشكرك، تحت امرك. ربنا يخليكي يا مدام بسمه. انا والله حضرتك مش مدينا فرصه يعني نقول على حاجه، كل حاجه ما شاء الله بتديها لنا حضرتك. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا مدام بسمه. والله انا عايزه بس اشكر شكر خاص لمدام هيام اللي عرفتني بحضرتك وعرفتني بالقناه، وانا بحبك على حب مدام هيام والله، وشوف تشكيرها فيكي. ربنا يخليكي ويخلي مدام هيام طبعا، يعني من صديقه البرنامج طبعا وكلكم عائلتنا يعني. والله العظيم يعني ما مش قادره اقول لك يعني يا مدام بسمه، يعني هي اي وصفه مش بتتاخر عليا ولا على غيري، وبتقول لنا مقادير جميله جدا والبسبوسه وبتقول لنا كيكات جميله جدا وبسكوتات، هي ما شاء الله عليها يعني. ربنا يديها الصحه يا رب. ربنا يخليكي. قولي لي، ليكي اي سؤال؟ لا ربنا يخليكي يا مدام بسمه. انا كنت بطلب حضرتك بس قدره قادر، يعني ريت تعملها لنا قريب. الايه؟ قدره قادر. قدره قادر، عينيا حاضر. اه بشكرك جدا يا مروه، من عينيا الاثنين. مطلوبه مني برضو قدره قادر، فهنعملها طبعا قريب. بصوا هنا التفاح بس انا مهديه عليه النار شويه ومش عايزاه يعني يدبل قوي معايا، عايزه احس بطعم التفاح في الفطيره، مش عايزه احس ان هو ايه فيه مربى جوه، ولازم اراعي ان في حراره هتتعرض لها الفطيره دي جوه الفرن، فبالتالي هيتعرض لها كمان التفاح وهيستوي اكتر. طيب انا هنا كده بس بجيب ايه الجوانب. لسه استنى بس. انا عندي هنا الزبده والدقيق خلاص، يعني اول بس ما توصل لخليط رملي هوريه لكم طبعا قبل ما ننزل بالاضافات بتاعنا الثانيه. الاضافات الثانيه بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن نص كوبايه لبن، ربع كوبايه سكر، بيضه وفانيليا. ما ضفتش الفانيليا، شفتوا بقى؟ خلاص يبقى عندي الخليط ده عباره عن ايه؟ عباره عن نص كوبايه من اللبن، وعندي ربع كوبايه سكر، وعندي بيضه، وعندي فانيليا. قلبتهم مع بعض، وبعد الخليط ده ما يخلص او يوصل للنتيجه اللي انا عايزاها اللي هو الخليط الرملي ده اهو، هو بدا اهو كده خلاص معانا. بصوا عندنا الخليط اهو، بصوا بقى عامل ازاي معايا اهو، بقى خليط رملي بالشكل ده. الدقيق عندي كله اتغلف بالزبده. طيب هنعمل ايه في المرحله دي؟ هبتدي انزل باللبن والسكر والبيض والفانيليا اللي انا قلبتهم مع بعض. يا مدام نجوى ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا جميله؟ ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا اول مره اتصل بحضرتك. والله شرفتينا طبعا. ربنا يخليكي. انا يعني بالامانه بحبك لان بحس بالتفاؤل. ربنا يخليكي. والله يعني سبحان الله، ربنا يجعل في وشك القبول ان شاء الله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين كلكم. تسلمي، تحت امرك طبعا. استاذنك بس تعلي صوتك شويه. والله هو كده عالي. او علوا لي انت يا جماعه التليفون. طيب ربنا يخليكي يا حبيبتي.
تحت امرك ليكي اي سؤال؟ خليكي، انا كنت عايزه القشطه. القشطه؟ اللي هي طبعا على ايه؟ حلاوه المولد. الايه؟ حلاوه المولد اللي هي القشطه اللي اوكي، هقول لك عليها حالا. حاضر. ليكي اي سؤال تاني؟ بشكرك جدا يا مدام نجوى، ميرسي جدا طبعا لكلامك. بصوا انا التفاح هنا عندي كده خلاص يا جماعه، بس انا هجيب ايه يعني حاجه كده بس نحط فيها التفاح ده عشان يهدى شويه. اهو يعني انا عايزاه بالشكل ده، مش عايزاه مستوي اكتر من كده. خلاص. طيب هبتدي هنا اقلب بقيه العجينه بتاعتي علشان تكون عندي العجينه اللي انا عايزاها. لو احتاجت شويه ميه صغيرين او شويه لبن صغيرين بضيفها، مفيش فيها اي مشكله خالص. القشره بتاعت حلاوه المولد بنعملها ازاي؟ بجيب معلقه كبيره من الجيلاتين، وبجيب ربع كوبايه ميه، وبضيف الميه على الجيلاتين وبسيبها لحد لما تتشربها خالص. بعد كده على حمام ميه او في الميكروويف بدخلها تفك وتسيح شويه. بضربها في العجان، وهي تضرب في العجان بكون انا محضره عندي على النار السكر بتاعي. السكر ده عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه واحده من السكر، انا بقولها لكم بالمقدار يعني العادي مش بالجرامات. عندي كوبايه واحده من السكر، وعندي نص كوبايه من عسل الجلوكوز، وعندي حوالي ربع كوبايه ميه بيغلوا عندي على النار. ولو انا ما عنديش ترمومتر هعمل ايه؟ الخليط بس يوصل يعني بتشوفوه كانه متكرمل او في بابلز كده كتير، خلاص بس لونه فاتح. باخد كده يعني نقطه منها، لو النقطه دي بتلدن كده معايا ما بين صوابعي فخلاص دي كده مظبوطه. ببتدي انزل بيها بالتدريج في العجان وهي بتضرب مع الجيلاتين. بحط معاها فانيليا علشان طعم وريحه الجيلاتين، تفضلي تضربي فيها لحد لما بتلاقيها معاكي خليط ابيض فاتح خلاص. وبتبتدي ان هي تعلى معاكي، كل ما بتضربي فيها بتعلى معاكي. بعد كده بيكون عندي صينيه فيها ورق زبده عليها مقدار متساوي من النشا والسكر البودر، بنرشه في الصينيه. بننزل بالخليط ده وبنرش بقى على الوش، عايزه جوز هند، مكسرات، اي حاجه انت حباها. تبتدي تساوي وتضغطي بكيس نايلون بس يكون مدهون بسيط جدا من الزيت عشان ما يلزقش فيه، وبتسيبيها بس طول الليل. تاني يوم بتقطعيها عادي جدا. طيب انا هنا العجينه بتاعتي اهي خلاص بتلم معايا والدنيا زي الفل، مش هتحتاج ميه خلاص تاني ولا اي سوائل. تمام جدا. كل اللي هحتاجه للوش عندي بيضه، وعندي معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، تدي لون حلو جدا وطعم وريحه رائعه. طيب انا بس هنضف هنا كده مكاني علشان نفرد العجينه. الصح بتاع العجينه دي ان هي ترتاح من 5 ل 10 دقائق خلاص ترتاح، وبعد كده نبتدي ان احنا نفردها مع بعض. احنا بس عشان وقت البرنامج وبرده يعني بحاول اعمل لكم الحاجات اللي هي تقدروا تعملوها في ساعه. احنا برنامجنا ساعه او اقل شويه من ساعه، فايه الحاجات اللي انتوا تقدروا تعملوها وجبه كامله متكامله جوه المطبخ في الوقت ده. مدام عفاف ازيك؟ مساء الخير يا مدام بسمة. مساء الفل. ازيك يا احلى بسمة؟ عامله ازيك ايه يا انت؟ حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ يا رب يخليك يا حبيبتي، وكل سنه وانت طيبه يا حبيبتي من ولد النبي، وانت بالف صحه وسلامه، ويعيد عليك الايام بخير انت واولادك وبيتك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي يا رب. وميرسي خالص على على مباركتك ليا الابانوب، يا رب يخليك. الف مبروك طبعا لابنك، ويا رب عقبال الفرح الكبير يا رب ان شاء الله. الله يبارك فيك يا حبيبتي، وميرسي خالص. انا ليا حلقتين بحاول اوصل لك، مش عارفه صدقيني. يعني بصي مش مهم تكلمينا، كفايه انت بس متابعانا والله. لا متابعاكي على طول، انا ما اقدرش، ده انت عارفه اهم حاجه متابعتكم طبعا. لو ورايا اي مشوار انا بلغيه عشانك واقعد لك يعني انت بالنسبه لي شيء مهم. ربنا يخليكي ويديك الصحه يا رب. ربنا يديك الصحه ويخليكي يا بنتي، وكل سنه وانت طيبه حبيبتي. تسلمي وانت طيبه حبيبتي. عايزين بس بعد اذنك بسكوتات صيامي. صيامي حاضر، يعني حاجه كده تكون يعني تنفع في الصيام وفي الشتاء ده. عينيا الاثنين حاضر. شكرا يا حبيبتي، الف شكر. من عينيا يا مدام عفاف، تسلمي يا رب. بشكرك جدا يا مدام عفاف. بصوا انا هنا عايزه اقول لكم العجينه قد ايه طريه معانا. للي حابب الابل باي بيحبها مقليه، العجينه دي تنفع جدا للقلي. طبعا بتكون رائعه، يعني مش هضحك عليكم واقول لكم بتبقى وحشه، لا بتبقى حلوه جدا جدا. طيب انا عايزه افردها خلاص، بس هفردها تكون يعني ما تكونش سميكه، تكون خفيفه شويه خلاص اهي،
علشان ما تبقاش تقيله معايا في الاكل. مش عايزه احس ان باكل عجينه، عايزه احس ان باكل حاجه كده شبه البسكوته شويه، يعني ميكس كده ما بين البسكوته والعجينه، لكن بحشو حلو اللي هو حشو طبعا التفاح عندي. بصوا احنا الطف حاجه يعني نعملها ان احنا ناخد العجينه بتاعتنا على السيليكون علشان هنقطعها كده بطريقه وبشكل ما ينفعش ننقلها بعديها. طيب انا بفردها اهو، يعني عايزينها بشكل مستطيل شويه اهي، كفايه كده بالنسبه لي، مش عايزه اي حاجه تاني. طيب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه لازم اعملها ان انا اساوي الاطراف بتاعه العجينه بتاعتي، يعني كده على قد ما اقدر. اهي كده. وطبعا القطعه اللي طلعت دي انا ممكن افردها واحشيها واقليها خلاص، يعني مش هتترمي طبعا لانها طبعا مش هتيجي كمان بعد كده فطيره تانية. طيب هنعمل ايه هنا دلوقتي؟ انا هبتدي هقطع بالشكل ده كده خلاص. باخد هنا كده يعني من ربع العجينه تقريبا اهي كده، بحاول على قد ما اقدر ان هي تكون قد بعض تقريبا، وبشيل القطعه دي تاني اهي، يعني ولو قدرت يعني على قد ما اقدر ان هي تكون الخطوط تقريبا قد بعض بيفضل، يعني بتكون شكلها مظبوط اكتر. طبعا عملنا الشكل ده كتير مع بعض قبل كده بس في حادق، مش فاكره عملناه في حلو ولا لا. طيب وهشيل اول 2 على الوش. هاخد الخليط هنا كده عندي الايه. طيب احنا شلنا بس الطرفين اللي هنا علشان انا هاخد دي هقفلها كده على الحشو، هتبان اكتر واحنا حاطين الحشو احنا بنقفلها. اوكي طيب انا شلت بس اول خطين كده من هنا اهي، وهنا برضو عندي من تحت. هناخد هنا كده بالمعلقه الحشو بتاعي. طبعا الحشو لسه سخن شويه، ما ينفعش الحشو يبقى سخن خلاص، فيفضل ان هو يكون بارد تماما اهي. تمام لحد كده. انا باخد اول زاويه هنا دي كده معايا، بقفل على الحشو، وباخد اللي قدام دي بقفلها برضو على الحشو، وببتدي اخد دي كده قصاد بعض اهي. بصوا يعني بتبقى بشكل كده كأننا بنضفرها اهي بالشكل ده لحد لما اوصل لحد اخر حاجه. تمام اهي بالشكل ده كده لحد لما اوصل للاخر، يكون شكلها لطيف جدا. هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل بقيه وصفتنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. خلصنا الفطيره بتاعتنا بقت اهي معايا بالشكل ده. كل اللي انا هعمله ان انا هدهنها ببيض او ببيض معايا وقهوه سريعه الذوبان مع نقطه ميه كده، بدوبهم مع بعض خلاص، وبدهن الوش بتاعها علشان تاخد معايا شكل حلو. هبتدي كده اهي ادهنها كده بالشكل ده. وطبعا بما اني قلت لكم ان هي تنفع تتقلي، فانا هقليها معاكم ونجرب كده ونشوف شكلها هيكون عامل ازاي اهي. هتدخل الفرن على درجه حراره 200، تاخد معانا لون حلو، لون ذهبي كده حلو، تاخد معانا طبقه كريسبي حلوه قوي. هاخد عندي هنا شويه كده من السكر كده على الوش، هتبقى كرامبل قوي واحنا بناكلها اهي.
خلاص هندخلها دلوقتي الفرن على درجه حراره 200. طيب عندنا هنا فردت في الفاصل قطعه العجينه اللي اتبقت معانا، فردتها وقطعتها بالشكل ده او اي شكل انتوا حابينه. انا هدهن اطرافها بالبيض عندي عشان لما احشيها واقفلها. تمام اهي دهنت كده الاطراف بتاعتها. وهاخد ايه بقى؟ هاخد كده معلقه صغيره من الحشو، هي طبعا متقطعه صغير، فهاخد معلقه صغيره كده من الحشو عندي. طبعا وين الشتا بيحب الحلويات السخنه، الحاجات اللي لسه مقليه بقى طالعه من الفرن على النار، الموضوع بيفرق كتير قوي. اهي كده. مدام روحيه ازيك يا مدام روحيه؟ الو مدام روحيه معانا؟ طب حاولي تكلمينا تاني. طيب بصوا انا بقفلها اهي بالشكل ده كده. عندي الزيت سخن عندي على النار، بس اتاكد ان انا بقفلها. دهنا الاطراف بتاعتها بالبيض علشان تقفل معايا اهي. طبعا عايزين تقطعوها مثلا مستديره وتقفلوها، عايزينها مستطيله مربعه بزاويه زي ما تحبوا. خلاص اهي. اهي خد اهي كده بالشكل ده. تمام اهي اتقفلت. خلاص بقفلها كده، بس بضغط عليها على قد ما اقدر عشان ربنا يستر بس تفتحش معانا في الزيت. اهي زي ما قلت لكم الزيت عندي سخن على النار. دي للي حابب يقليها ومش حابب يدخلها الفرن زي ما احنا عاملين، لكن الناس ما بتحبش الحاجات المقليه طبعا دخلوها الفرن على طول زي ما عملناها مع الفطيره اهي. دلوقتي حالا هناخد طبقنا التاني اللي هو طاجن الرز عندنا بالفراخ والمشروم. تمام انا هنقل بقى الزيت هنا علشان نشتغل هنا. عندي رز بايت عملته مخصوص واتيفر ايه الرز اللي موجود عندكم، رز ابيض، رز حبايه وحبايه زي ما تحبوا. خلاص ايه بقى باقي المقادير؟ باقي المقادير عندي نص كيلو من صدور الفراخ، وعندي فلفل الوان، وعندي بصل، وعندي فصين من الثوم، عندي مشروم، عندي جنزبيل، كركم، كاري، زعتر، كوبايه من اللبن. نقول مره كمان. عندي نص كيلو من الفراخ متقطعه سلايزات، عندي بصل شرايح، عندي فلفل شرايح، عندي مشروم، وعندي فصين من الثوم، عندي زعتر، كركم، كاري، جنزبيل، كوبايه لبن. هنشوف مع بعض كده الخطوات. انا بس كل اللي عملته هنا ان انا حطيت معلقتين زيت على النار. خلاص وعندي باقي المكونات اهي معايا قبل ما الزيت عندنا يسخن. عندنا بقى موتزاريلا دي على الوش علشان نظبط بقى شكل الطاجن بتاعنا، ولا رز بايت ولا اي حاجه خالص. طبق طعمه هيكون ان شاء الله معاكم مختلف اهو. ده رز حبايه وحبايه. ممكن اعمله ازاي؟ بحمر شويه رز الاول في الزيت لحد لما ياخد لون ذهبي حلو، بعد كده بنزل بباقي كميه الرز بتاعتي البيضه وبقلبهم مع بعض، وبعد كده بنزل بمقدار الميه بتاعتي. اوكي اختبر بس الزيت. اوكي طيب الزيت بس يبتدي يسخن شويه كمان معانا. نشيل الرز بقى ده كده من هنا. ننزل هنا كده. لا الزيت كان عايز سنه كمان. لما يسخن تاني هنبتدي ننزل بقيه الكميه بتاعتنا. طيب هنا هعمل ايه؟ هنزل بالفراخ بتاعتي تتشوح، وبعدين اشوح معاها البصل والفلفل والمشروم والثوم. بنزل بقى بقيه المكونات عادي جدا مجرد ما الفراخ اتشوحت معايا. طبق سريع جدا وسهل جدا هنشوفه حالا مع بعض.
عقبال ما الزيت يسخن وعقبال ما الفراخ تتشوح معانا، تعالوا مع بعض نعمل الشوربه. مدام وفاء ازيك؟ مدام وفاء الو، معانا التليفون؟ مدام وفاء ازيك؟ طب حاولي تكلمينا تاني. طيب هنعمل دلوقتي شوربه البطاطس والجزر. انا عندي هنا حله على النار فيها معلقتين زيت. كل اللي هعمله ان انا عندي بطاطسايه، ثمره بطاطسايه واحده، ثمره جزرايه متوسطه، عندي بصلايه متقطعه مكعبات خلاص، وعندي طبعا كوبايه من اللبن، وعندي حوالي كوبايتين من الميه، وفصين توم. هنزل هنا كده بالبصل، وهنزل بالجزر. انا هشوح كله مع بعض وانزل بعد كده بالميه خلاص، وهنزل كمان بفص واحد من الثوم يتشوح كله مع بعض، وبعد كده هنزل بالميه لحد لما تستوي، وبضربها في الخلاط، وبنزل بكوبايه من اللبن. مدام اكرام ازيك؟ الو مدام اكرام؟ ايوه يا مدام بس. معانا تليفون؟ الو الو، ازيك يا مدام اكرام؟ الله يسلمك الله يسلمك يا بسمه. اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ استاذنك بس علي صوتك شويه. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكي. الله يخليكي. معلش تحت امرك. الله يخليكي، انت عامله ايه؟ بخير والله الحمد لله. الله يخليكي. الحلقه كانت جميله بتاعت المخللات امبارح. عجبتك؟ كتير. طيب الحمد لله. طب ممكن نستغنى عن الخل؟ يعني انا ما بحبش احط خل. الايه؟ انا مش سامعه. ما بحبش احط خل للمخلل، ينفع؟ مش سامعه، ايه السؤال يا ابراهيم؟ المخلل ما بحبش احط الخل. ما بتحبيش تحطي خل؟ اه. مخلل؟ بصي انت ممكن تقللي النسبه شويه، بس هو لازم تحطي خل. لازم؟ لازم اوكي. طيب بشكرك جدا مدام اكرام، ميرسي جدا ليكي. طيب احنا هنا كده بنشوح البطاطس والجزر والبصل وفصين الثوم خلاص. كل اللي هعمله ان انا هنزل بحوالي تقريبا 3 كوبايات من الميه بس، مش عايزه اي حاجه تاني. شفتوا هنا معانا اهو الابل باي اهي المتحمره، تبقى يعني ايه للي حابب خلاص. هاخد هنا كده عندي طبق ونطلع الفطاير بتاعتنا دي. يبقى انا لو حابه احمرها اوكي، لو حابه ان انا ادخلها الفرن مفيش اي مشكله خالص. الحجم والشكل اللي تحبوه نفذوه. طيب تعالوا كده نقطع واحده مع بعض نشوفها عامله ازاي. اهي شايفين العجينه من جوه هشه جدا ازاي، ولا كانها باف باستري خلاص. خليها معانا كده هنا على جنب. الشوربه معانا اهي على النار. الفراخ عندي اهي بدات تتشوح معايا. طعم الكاري والكركم فيها اساسي، بس اللي مش حابب خلاص يعني ما يضيفهاش. طبعا هي المفروض يبقى فيها كريمه، بس انا مش ضايفه فيها كريمه، انا ضايفه فيها لبن، كوبايه تقريبا من اللبن. يبقى انا عندي هنا فلفل، بصل، فصين من الثوم، عندي مشروم. اي خضروات حابين تضيفوها عليها ضيفوها، مفيش اي مشكله خالص. بصوا شكل الفطيره معانا بقت عامله ازاي. طيب هنزل هنا كده بالبصل، كميه بصل بقى حلوه يعني. مقادير الشوربه معانا طبعا على الهوا. نزلت بالفلفل، نزلت بفصين الثوم، ونزلنا كمان بالمشروم. تمام. اقلب كل المكونات دي عندي مع بعض اهي.
اظبط بقى الملح والفلفل بتاعي والكركم والجنزبيل والكاري والزعتر اهي. خلاص بالشكل ده. انزل هنا كده بالجنزبيل والزعتر والكاري والكركم. دايما علبة الجنزبيل دي بتعصلك معايا. طيب وادي الزعتر. حابين بقى نضيف زيتون، حابين نضيف قطع بروكلي، ذرة حلوة، فاصوليا خضراء، بسلة، جزر، زي ما تحبوا. يعني بصوا مش هتقول لكم لا. جددنا شوية الرز البايتين اللي عندنا خلاص وعملنا لهم خلطة حلوة وطبق مختلف. الطبق ده بقى انا كنت عملته ازاي قبل كده؟ كنت عملته زي ما هو بالظبط، بس بقدمه لوحده بالصوص بتاعه مع الرز طبعا. خلاص قلت طب احنا دلوقتي لو عندنا اصلا اوريدي الرز بايت، انا ممكن اجدده ازاي؟ وانا ممكن اجدد الطبق بالشكل ده وشويه موتزاريلا عندي على الوش وخلاص وبقى طبق زي الفل ما فيهوش اي حاجه صعبه. هي دي كده قلبت كل المكونات معايا والملح والبهارات والدنيا متظبطه عندي. اجيب الطاجن بتاعي وابتدي بقى انزل بالرز. مش محتاجه ادهن الطاجن اي حاجه خالص. بالمناسبه اللي مش حابب موتزاريلا او غاليه فانا ممكن اعمل شويه بشاميل واضيفهم على الوش، مفيش اي مشكله. ممكن شويه شيدر زي ما تحبوا. خلاص فانا مش محتاجه ادهن الطاجن بتاعي لان اوريدي الرز اكيد فيه اللي عامله بسمنه او عامله بزبده او عامله بزيت. ادي كده الرز بتاعي. بصوا انا هاخد هنا بس كوبايه اللبن دي مجرد بس ما تغلي وكله يندمج مع بعض انا هنزل فوق الرز. طبعا الصوص اللي فيها ده هيطعم معايا الرز بتاعي، عشان كده بقول لكم مش هيبان اصلا كمان خالص انه رز بايت. تمام اهو انا كده ظبطت عندي الطاجن. بس قبل ما هضيف عندي الحشو بتاعي انا هضيف كمان قبل ما اضيف الحشو بتاعي انا كمان هاخد شويه موتزاريلا هنا دي ما بين الرز وما بين الحشو. اوكي بص بس على الفطيره. تمام يعني سنه كده ونخرج الفطيره بتاعتنا. الشوربه بتاعتنا طبعا لسه ما فيهاش ملح ما فيهاش فلفل وما فيهاش اي حاجه خالص. انا مستنيه الخليط ده ان هو يغلي معايا. بتاكد اكتر ان الفراخ بتاعتي استوت وبتاكد اكتر ان كله اخد طعم من بعض. مدام نوال ازيك؟ الله يخليكي، اهلا بيكي. اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. بقول لحضرتك ايه؟ تحت امرك. الله يكرمك يا رب. انا بعمل الشكلمه باللبن المحلى وبحطها في الفرن على نار هاديه. اوكي. لكن سمعت احد الشيفات يعني بيقول ان الشكلمه اللي باللبن المحلى ما بتدخلش الفرن. اوكي. ايه راي حضرتك بقى في الحكايه دي؟ وطلب تاني من حضرتك. تمام. انا نفسي في مربى الطماطم من ايدك. الايه؟ مربى الطماطم. مربى الطماطم؟ اوكي. عايزه حضرتك تعملها لنا. هتقولي لنا عليها؟ لا حضرتك تقولها لنا. انت عايزاني اقول لك عليها؟ حاضر. من عينيا. الف شكر حضرتك. تحت امرك. مع الف سلامه. مع الف سلامه. طيب الشكلمه اللي فيها حليب مكثف مبدئيا انا ما بحبش احكم على وصفات اي حد الحقيقه، يعني اتحاسب او اتسال في وصفاتي انا. لكن الشكلمه اساسها طبعا ما فيهاش حليب محلى مكثف، فيها بيض وفيها سكر وطبعا جوز الهند بتاعنا، او في اللي بيتعمل ببياض بيض او في بيتعمل ببيض كامل. فعلى حسب الوصفه او المقادير او انت بتعملي مقادير ايه، فانا طبعا ما اقدرش احكم عليها. مربى الطماطم انا بجيب عندي كيلو من الطماطم متقطعه مكعبات، وبجيب عندي حوالي 500 جرام من السكر، وعندي عصير ليمونه. بحط الطماطم عندي على النار طبقات ما بينها وما بين السكر، وبتفضل حوالي 7 دقايق على النار تغلي. بعد كده بضيف عصير ليمونه واسيبها 3 دقايق تانيين، وبيبقى كده المربى بتكون جاهزه عندي. طب بصوا انا الخليط عندي هنا كده خلاص. شايفين الصوص اللي نازل ده اهو؟ طعمت بيه الرز. خلاص هبتدي انزل كده بالفراخ. ده نص كيلو فراخ يا جماعه، لا كيلو ولا 2 كيلو. اوكي
اهو نص كيلو صدور دجاج، بجيبها سليمه وبقطعها شرايح عندي بالشكل ده. على فكره اصلا الكميه دي تعمل كمان طاجن اكبر من كده، بس يكون سمكه اقل شويه. تمام. وهاخد عندي هنا كده الموتزاريلا عندي على الوش. دلوقتي هنخرج عندنا الفطيره بتاعتنا وهندخل مكانها طاجن الرز بالفراخ ده. ادي الفطيره بتاعتنا، ندخل الطاجن بس مش محتاجه ان هو ياخد غير وش واحد بس. طبعا احنا شايفين ان الرز عندنا من الجنب ما بقاش ابيض، هو بقى واخد الصوص بتاع الفراخ نفسها من الكركم والكاري، فبالتالي هو مطعم عندي طعم عندي الرز البايت، فمبقاش خلاص رز بايت. طيب هنروح لفاصل سريع جدا، نرجع مع بعض نكمل بقيه وصفاتنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طلعنا الابل باي، وعندنا الابل باي المقليه او الفرايد، وعندنا اللي كانت في الفرن بالشكل ده. العجينه كانت عندنا ايه بقى اللي ما تابعناش من الاول؟ العجينه كانت عندي 3 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من الزبده، نص كوبايه زبده بدرجه حراره المطبخ، معلقه صغيره من البيكنج باودر. بقلبهم كلهم مع بعض في الميكسر او في العجان لحد ما يبقى خليط رملي. يكون عندي نص كوبايه لبن وبيضه وفانيليا وربع كوبايه سكر. بقلبهم كويس جدا مع بعض، بنزل بيهم عندي على العجينه، وعجينه كويس جدا مش هتحتاج اي نقطه سوائل تاني خالص ولا دقيق، لحد لما تبقى عندي عجينه طريه وناعمه. بسيبها ترتاح 10 دقائق، بعد كده بفردها واحط الحشو في النص. ايه كان الحشو عندي؟ والحشو ده ينفع بخوخ، ينفع بكمثرى، ينفع بكريز، ينفع بفراوله، ينفع بموز، زي ما انتم حابين. عندي طبعا بس طبعا فرق الكميه. عندي 3 ثمرات من التفاح متقطعين مكعبات، معلقتين زبده على النار، بقلب معاهم التفاح لحد لما يدخل سوتيه شويه. بعد كده بكون عندي مقلبه 4 معالق من السكر البني او 4 معالق من السكر الابيض، عليهم معلقه من العسل الاسود، معلقه من الدقيق مهمه جدا علشان شكل التفاح اللي احنا شايفينه جوه الفطيره ده. وعندي معلقه قرفه طبعا كبيره. بقلبهم كلهم على النار لحد لما بتكون سوتيه شويه. مش عايزاها يا جماعه مهريه، لان هي عقبال ما بتتقلي او تدخل الفرن بيكون قوامها مظبوط جدا، فلو سويناها قوي قبل الحشو هيكون طعمها مش لطيف. بعد كده طبعا شفنا اللفه بتاعتها طبعا ازاي بالنسبه للفطيره الكبيره. ودهناها ايه؟ دهناها بيض مع شويه قهوه سريعه الذوبان مدوبه شويه في ميه، ولو حابه اضيف كمان فانيليا. بقلبهم مع بعض، بدهن الوش شويه سكر على الوش، بدخلها على درجه حراره 200 في الفرن، او ان احنا نقليها بالشكل ده. الشوربه اللي عندي على النار دي عباره عن 3 كوبايات من الميه. انا الاول شوحت في معلقتين زيت جزرايه متوسطه وبطاطسايه متوسطه وبصلايه برده متوسطه، فصين من الثوم، شوحتهم مع بعض. بعد كده نزلت ب3 كوبايات من الميه. تمام. المفروض ان هي بتاخد لبن، انا تقريبا نسيت وحطيت اللبن كله في الفراخ. طيب المفروض ان هي بتاخد كوبايه من اللبن او كوبايه من الكريمه، او زي ما هي كده للي حاببها لايت اكتر. طبعا لما بتستوي انا بضربها بالهاند بلندر او في الخلاط، بحط لها ملح وفلفل، نحطهم بالمره دلوقتي. هي مش عايزه اكتر من ملح وفلفل بس، مش اكتر. خلاص. طيب الفراخ بقى، الفراخ انا ممكن اقدمها مع رز ابيض، يعني كطبق لوحده مع رز ابيض، او الفكره اللي احنا عملناها النهارده اللي هو انا عندي رز بايت ابيض او رز حبايه وحبايه يكون عندي، بحطه في الطاجن وبسويه كويس جدا. بجيب عندي على الطاسه او الحله معلقتين من الزيت، بسخنهم كويس جدا. بنزل في نص كيلو صدور الدجاج متقطعين ايمانسيه، بشوحهم كويس جدا لحد لما تاخد لون حلو وتغير. بعد كده بنزل معاها بقى ببصل شرايح وفلفل شرايح وفصين من الثوم ومشروم، بقلبهم كلهم مع بعض. ملح، فلفل، جنزبيل، كركم وكاري وزعتر. ملح وفلفل وجنزبيل وكركم وكاري وزعتر، بقلبهم كويس جدا مع بعض. بعد كده بنزل عليهم بكوبايه من اللبن. اول بس ما يغلي اول غلوه او غلوتين، اطمن ان الفراخ فيها خلاص استوت وكله اخد طعم بعض. بنزل بعد كده على الرز. طبعا الصوص اللي فيها ده بينزل على الرز بيتطعم بيه وبيتشربه، فالرز بيبقى طري. ده لو انا عندي الرز كمان ناشف، فالرز عندي بيكون طري. بس في حاجه انا عملتها، انا اضفت عندي موتزاريلا ما بين الرز والحشو، يعني قبل ما اضيف الحشو انا ضفت عليها موتزاريلا علشان
لما نيجي نقطعها ونقدمها تكون طريه، يكون شكلها حلو ومتطعمه. انا دلوقتي هضرب كده عندي الشوربه. طبعا اللي حابب يضيف فيها اي مكونات تانية ممكن جدا، يعني زي كرنب، زي كوسه مثلا، زي بروكلي، زي بسله، زي سبانخ، هتليق برضو معاها. طبعا اللي حابب، يعني في ناس كتيره بتحب تاكل الشوربه تحس بطعم الخضار فيها يعني كقطع، فانا ممكن ما اضربهاش وممكن اكلها زي ما هي. مدام هاله ازيك؟ مدام هاله ازيك؟ الو، معانا التليفون ولا؟ طب حاولي تكلمينا تاني. ايه حكايه التليفونات النهارده؟ ماشي. طيب بنقلبها كده مع بعض اهو، بنضربها يعني. ولو حباها مضروبه تكون نص ضربه، يعني اللي هو يعني حاسه بصوص كده، وفي نفس الوقت قطع برضو الخضار برضو تنفع. يعني هو حسب ذوقكم بقى يا جماعه في الاكل. دايما بقول الاكل اذواق. طيب تمام كده. طبعا ضفنا لها الملح والفلفل. مش عايزه اقول لكم الموتزاريلا عندنا عملت شغل جامد جدا. طيب بصوا شايفين يعني الطاجن مش محتاج اي حاجه تانية خالص. يبقى احنا عملنا وجبه كامله او منيو لغدوه خلاص، حلو وحادق والشوربه. وممكن جدا جدا ان احنا عليكم انتوا بقى يعني السلطه بقى مخلل زي ما انتوا حابين. ماشي اوكي. والله انتوا بتضحكوا عليا دايما. طبعا اللي هيشوفها يفتكرها عدس، بس هي مش عدس خالص اهو. على فكره انا عملتها مره وهو برضو قال عليها عدس. مدام شيرين ازيك؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك شيف ازيك؟ بسمة عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ منوره الدنيا والشاشه ده بنور متابعتكم والله. الله يخليكي. كل عام وانتم بخير واسره القناه والبرنامج بخير يا رب. وانت بخير يا حبيبتي. بمناسبه المولد النبوي الشريف اعاده الله عليكم بالخير. اللهم امين يا رب. يا رب. وكنت عايزه اشكرك على الابل باي دي لانها جميله ما شاء الله عليها، طالعه زي العسل. طب الحمد لله. وتسلم ايديكي. وكنت بس لازم تجربيها عشان تقولي لي بقى يعني. عماله اقول يا رب تعيد المقادير. فعلا بشكركم ان انتوا نزلتوا القايمه تاني، فدي لو عايزانا نقولها تاني نقولها تاني. لا مجهود جميل والله، ربنا يبارك لكم يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي. وعايزه بعد اذنك ابعت اهداء لحبايبي لو يسمح البرنامج. مدام هيام اسكندريه حبيبه قلبي وحبيبه ناس كتيره حبيبتنا كلنا طبعا. طبعا ربنا يخليها لنا يا رب. وماما هدى في القاهره حبيبتنا برضو، ام جميله وطيبه. اكيد ربنا يديها الصحه يا رب، يديها الصحه والعافيه ويخليها لاولادها واحفادها يا رب. اللهم امين. برضو عايزه اشكر مدام كريمه لان على طول بتذكرني وبتعيد عليا وانا ما بيحالفنيش الحظ. جميله طبعا مدام كريمه. ام يوسف اللي هي في اسكندريه، ربنا يحفظ لها برضه طيبه جدا، ربنا يشفي لها يوسف يا رب. اللهم امين. امين يا رب. ام ياسمين ربنا يفرحها ببنتها يا رب، تفرح بيها يا رب، تبقى عروسه كده ان شاء الله. امين يا حبيبتي. عشان هي ليكي اي سؤال؟ لا ربنا يكرمك. عايزه اسالك بس على المانجا بتاعت امبارح. نوعها كان ايه؟ لان ما بتتقطعش معايا القطعه الجميله اللي طلعت مع حضرتك دي، فعايزه اعرف نوعها بس لان انواع المانجا كتير. حاضر هقول لك. اوكي بشكرك جدا طبعا. بصي هو مفيش اصلا غير نوع واحد دلوقتي في السوق، هتلاقوها عند كل بتوع الفاكهه، يعني مفيش قدامنا اختيارات، هي بتبقى جامده كده في الوقت ده. طلع بس الطاجن. هي نوعها يا ستي كان اسمها كيت. خلاص المانجا اللي احنا قلناها امبارح دي اسمها كيت، بس هي مفيش غيرها في السوق يعني دلوقتي.
ادي الطاجن شايفينه طبعا معانا. انا عايزه اقطع الفطيره وعايزه اخد لكم جزء من الطاجن. نعمل كده ولا نخليها سليمه؟ ها تعالوا كده نجرب مع بعض احنا وحظنا. بصوا الشكل معانا، بصوا الرز وجوسي جدا جدا. خلاص لا 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 طيب بتمنى طبعا تكون اطباقنا النهارده عشان هما كالعاده يعني بيطردوني طبعا تكون عجبتكم ويا رب تكون وصفات سهله بالنسبه لكم وخفيفه وتقدروا في ساعه واحده جوه مطبخكم ما تقفوش كتير. عارفه ان الشتاء بيبقى شويه كسل، فتقدروا في ساعه تعملوا سفرتكم وتاكلوا كل حاجه حلو وحادق، مخلل بس او سلطه جنب الاكل دي ومش اكتر من كده. يا رب تكون ان شاء الله حلقتنا النهارده عجبتكم ووصفاتنا كانت سهله وبسيطه بالنسبه لكم ونكون قدرنا نوصل المعلومه بكل بساطه. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على الف خير، وتابعوا بكره ان شاء الله معاكم الشيف احمد القاضي، وانا معاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. اشوفكم ان شاء الله على الف خير ووصفات برده سهله وبسيطه وكمان سريعه.